السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعين؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله شوية حلو وافكار بجد تسلم ايد اللي اخترعهم، حاجات هتسهل علينا المطبخ اعتمديهم. يلا نشوف اول فكرة ونشوف الافكار بتاعتنا النهارده. اول حاجة كده عندنا غطيان الازايز ودايما بنرميها، طبعا من دلوقتي مش هنرمي اي حاجة تاني، هنعتمدها كده بدل ما بتجيبي البيض كده وتدحرج معاكي وانت بتقليه او مثلا بتستخدميه، فهنعتمدها كده كمنظم رائع للبيض. فكرة حلوة جدا، اعتمديها. الفكرة اللي بعد كده معانا الجزر. لو ما عندكيش مبشرة او مش لاقيه المبشرة في الوقت الحالي هقولك على بديل لها هايل، هتقشري بسهولة جدا جدا. معانا كده غطا الازازة وفي منتهى الروعة، هتقشري الجزر معاكي او خيار او اي حاجة في منتهى الروعة بكل سهولة. فكرة حلوة جدا جدا، اعتمديها. الفكرة اللي بعد كده كراتين البيض، قلنا اتفقنا مع بعض ان احنا مش هنرميها، عملنا قبل كده منها منظم هايل للبطاطس او الخضار بصفة عامة، بطاطس بصل اي حاجة. الفكرة بتاعت النهاردة بقى اللي هنستخدمها من كراتين البيض، عندنا كده اكياس بتبقى حوالينا بنحب نلم فيها الزبالة طول ما احنا واقفين في المطبخ، ودايما كده تستخدمي الشنطة فبتقفل معاكي بتقع ما بتبقاش مظبوطة. الفكرة بتاعت النهاردة كده هبدأ اخد كده قطعة من كرتونة البيض وهبدأ أدخلها جوه الكيس بتاعنا النهاردة، هتثبت معاكي وهيبقى معاكي أحلى بديل لسلة الزبالة في منتهى السهولة. هتبدأي بقى كده تستخدميها، تقشري بطاطس، تقشري بصل، تعملي أي حاجة الزبالة بتاعتك، وفي الآخر هنربطها كده بكل سهولة ونرميها في صندوق الزبالة. فكرة حلوة جدا، اعتمديها. الفكرة اللي بعد كده لو انت جايبه مثلا جزر او خيار او اي حاجه كده كميه كبيره وعايزه تحتفظي بيها اطول فتره ممكن تقعد معاكي فتره كبيره من غير ما تبوظ ولا يحصل لها اي حاجه، تعالي هقول لك هتعملي فيها ايه. تجيبي كده الاسترتش راب بتاعك بتاع الغذاء ده، وهنبدا نضيف فيه الجزر او الخضار، خيار بقى اي حاجه عندك، تمام. وهتحطيها كده، اهم حاجه ان انت تقفليها كويس. تقفلي معايا ده كده، هيعيش معاكي اطول فتره ممكن. فكرة حلوة جدا. تقدري تعملي كمان القرنبيط، اي خضار عندك بقى تحبي تعمليه هتعمليه لما تحمري البطاطس تحطي معلقة نشا، معلقة خل صغيرة. حمر البطاطس تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه، وكمان هيقلل من امتصاص الزيت للبطاطس. الفكرة اللي بعد كده، طول عمرنا متعودين بنغلف البوتاجاز بالفويل كده او ورق الالومنيوم زي ما احنا كلنا متعودين، ومن فترة كده اما حصل بقى انفجارات والورق الالومنيوم ده بيكتم عيون البوتاجاز وبيحصل كوارث بسببه، ما بقناش نغلف البوتاجاز بالورق الالومنيوم. وخصوصا ان ورق الالومنيوم بيسيب يعني بيسرب تحته، وبعد كده بيسيب اثر على البوتاجاز على سطح البوتاجاز، واحنا بنمسح دايما من على الوش كده، وعما بتيجي تغيري بيكون حصل حروق واتساخات شديدة في البوتاجاز. فاحسن حاجة ان انت بتسيبيه كده وتمسحيه عشان يبقى ايه كل حاجة واضحة قدامك، وبتمسحي البوتاجاز على طول كده بعد كل استعمال. الفكرة اللي معايا النهاردة اللي هي الاسترتش راب بتاع الغذاء اللي احنا بنغلف بيه الطعام بالشكل اللي معايا ده كده، تمام. هنجربه بقى ان شاء الله، ان شاء الله الفكرة تعجبك. يلا بينا. نشيل بقى طبعا ده كله كده. هبدأ كده ارش رشة من الزيت بتاعي وبمنديل كده، وهبدأ امسح كل سطح البوتاجاز مكان اللي هفرش فيه الورق الاسترتش بتاعي، علشان ما يلزقش معايا ويطلع معايا بعد كده بكل سهولة.
وبعد كده هبدأ افرش الورق بتاعي او الاسترتش بتاعي على البوتاجاز كويس جدا. بقى اظبطه بالشكل اللي معايا، واهم حاجه اي فتحه مش هنقفلها، يعني الفتحات بتاع الفرن اللي هي دي ما تجيش جنبها خالص. تمام، هنبدأ كده نظبطه كده. هاجي بقى هنا كده عند الفتحات بتاعت العيون هبدأ فيها. تمام، الاشعال بنفس الطريقه. نبعد طبعا خالص عن العيون الشكل اللي معايا ده كده. بالشكل ده اهم حاجه بنسيب الفتحات زي ما قلنا كده بعيد عن النار. الفكره دي انا شفتها في قناه بصراحه وعجبتني فقلت اجربها معاكم. تمام، هنبدا نشغل البوتاجاز عادي متقلقش خالص. طبعا هنعمل كل بقى البوتاجاز وهبدا اشغل البوتاجاز، مفيش اي مشكله ولا اي حاجه خالص متقلقيش. الميزه بقى في الاسترتش راب ان انت اي حاجه هتقع معاكي هتشوفيها بالشكل ده كده، هتبداي تشيلي القطع كده ومش اي مشكله خالص. وهنا النار بتسيحها. تمام، يعني ملهاش اي لازمه تماما. الفكره كانت عجباني وحبيت اجربها معاكم واوريكم النتيجه بتاعتها. تمام، بالشكل ده كده. شوفوا كده هنا، يعني مثلا لما الحاجه فارت على الارض وكده نزلت على البوتاجاز من تحت، يعني مش ان احنا نشيلها كده. اللي انا شفته في الفيديو ان انت بتشيلي كده البتاعه كلها اهو. بصوا بتسيح، بصوا بتسيح وبتنزل على البوتاجاز، يعني خساره الاسترتش على الفاضي ملوش اي لازمه، بجد ملوش اي لازمه. تجربه مش حلوه خالص. حبيت اجربها معاكم واوريكم النتيجه عملي قدامكم اهو. يعني بعد استخدامها كده بتتقطع بالشكل ده كده وملهاش اي لازمه. فاحسن حاجه ان انت تسيبي البوتاجاز كده معاكي ان انت غلفي الحوامل، غلفي العيون باللي هي الحاجات اللي تحت دي كده. لكن البوتاجاز نفسه ملوش اي لازمه، طول ما هو قدامك كده هتمسحيه على طول ومش هتكسلي عنه ومش هنهدر فلوس. ممكن بس تستخدمي الفكره دي لو عندك مثلا عزومه وهتستخدمي البوتاجاز في حاجات كتير، صلصه وتجهيزات كتير وتسبيكه وحاجات من دي كلها، هتقدري تفرشي بقى الورق بالاسترتش كده زي ما احنا شفنا مع بعض. وبعد ما بتخلصي تجهيزاتك بتشيلي الاسترتش كله مره واحده، يعني بدل ما ينزل على البوتاجاز وينشف معاكي لا مش هتحتاجي اي مجهود.